يا جماعة لازمني نقولها، رجوج ماهوش مسلسل عادي، رجوج تجربة صح عليه اللي بداها من الأول. حاجة ما كنتش نتوقع إني نشوفها في الدراما التونسية، تفكير خارج الصندوق، قصة جديدة، تصويرة عالمية وجرأة في الأفكار ما شفناهاش قبل، لهجة جديدة علينا، شخصيات خيالية. عبد الحميد بوشناق كالعادة كسر القواعد وعمل عمل ما يشبه لحتى عمل آخر، ونأكد لكم لا في تونس ولا في العالم العربي. تخيل معايا مسلسل تونسي فيه لمسة من الخيال العلمي، الغموض، الرعب وحتى الدراما والضحك، حاجة خيالية. اليوم باش نحكيو علاش رجوج ماهوش مسلسل عادي، وعلاش لازم كل واحد فيكم يجرب يتفرج عليه. أما قبل هذا الكل، كان جيتوا تتفرجوا عليه ديجا، شنو رايكم؟ كنتوا تنتظروا عمل كيما هكا يخرج من تونس؟ نغني على الحب، نغني على الحب. وعسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات فاتي فايبس. صحة شربتكم الساعة ونحضروا حاجة نشربوها وهيا نبدأ. لكن ما عنديش قلب. رجوج ما عندوش قصة عادية، مش مسلسل كلاسيكي وين نعرفوا شكون البطل وشكون الشرير من الأول وين يحبوا يوصلوا. الحكايات تمشي في أجواء غامضة، كل شخصية عندها السر متاعها، والعالم اللي عايشين فيه حاجة مش نورمال. تي كاينها مش تونس، وانت تتفرج تبدا تسأل في روحك 1000 سؤال، ومستحيل تنجم تفكر في حاجة أخرى غير اللي قاعد تفرج فيه. يعني المزيان في القصة كيفاش بوشناق بنى عالم خاص بيه، تونسي لكن عنده أبعاد أكبر برشا، كل حلقة تكشف أسرار. ما زادت تزيد في الغموض، تحس روحك كل نهار تحب تعرف أكثر، وهذاك سر القوة متاع السيناريو. إذا فما حاجة تخلي رجوج مختلف على أي مسلسل تونسي آخر هو الإخراج. تصويرة نظيفة، الألوان مظلمة وعندها طابع خاص، والحركات متاع الكاميرات تعطيك إحساس بالتوتر والرهبة. الزوايا متاع الكاميرا كيفاش تتحرك، كيفاش المشاهد تكون مظلمة في بعض الفترات وضاوية في أوقات أخرى، كيفاش الإضاءة هي اللي تخدم الحالة النفسية متاع الشخصيات، كل حاجة تحسها محسوبة. الإخراج هو اللي يعاونك باش تحس بالغرابة متاع العالم هذا. أهم حاجة هبلتني في المسلسل هذايا هي الموسيقى. الموسيقى هي مزيج بين الإلكتروني والغموض، تعطيك الجو المناسب لكل مشهد، حتى الصمت في بعض اللقطات عند الوزن متاعه. الجينيريك متاع المسلسل ما نفلتوش، خوشي مش شي هيك. الحاجة اللي تخلي رجوج مختلف على أي مسلسل آخر تفرجنا عليه هي الشخصيات. ما فماش شخصية رئيسية وشخصية ثانوية، نحس اللي الشخصيات الكل هي شخصيات رئيسية، كل شخصية عندها ماضي يتحكم في المستقبل متاعها والحاضر متاعها اللي احنا مازلنا ما نعرفوش، وفي كل حلقة نزيدوا نعرفوا حاجة جديدة. الشخصيات الكل نحبوها، نوصلوا حتى الشرير نحبوه، ومن الشخصيات اللي حبيناها على الاخر في المسلسل هي محبوبة عاطية على غجرية، على تونسية ما تفهمهاش، عاطية على الذكية وعلى البهالية، عاطية على القعرة وساعات تقفز بروحها. قول كلمة الحق، هي وأختها نسيمة. محبوبة هي فاطمة صفر، ونسيمة اللي هي ياسمين الدماسي، زوز اخوات يوصفوا كل زوز اخوات توانسة، يتعاركوا يتكاتلوا يتحابوا وما يبيعوش بعضهم. ونسيمة أكد طفلة رزينة الريفية اللي ساعات عندها شوية بهليل. شخصيات هذوما يدافعوا على حقوق السكان متاع رجوج، ومنهم هما يحب يوري عبد الحميد بوشناق اللي المرأة التونسية مرأة كادحة، مرأة تخدم، مرأة تاخذ اللقمة متاعها بالحلال. نجيو ليوسف اللي هو وليد عيادي، اللي هو جاي من المدينة من تونس العاصمة، مهندس، وجاي رجوج باش يخدم المرمى بصعوبية رجوج، وأهل رجوج حبهم. كيما نراو في الجزء الثاني ما حبش يتزحزح من رجوج، يطردوا فيه وهو قاعد، وزيد حب واحدة من رجوج. هذا اللي يوريك اللي رجوج رغم اللي هي نائية وحد ما يعرف عليها حتى شيء وفيها همه وهم إلا إنها تتحب. كنا نحب بلادي، رجوج نحبها برشا. يا كون با كومبروندر اون ليي. نجيو للديناري رئيس البلدية اللي كان شخصية ممتعة جدا رغم الشر متاعها ورغم الرشوة ورغم الفساد الإداري في البلدية، إلا إنه كان عنده كوميديا سوداء ممتعة جدا وتنجم حتى تخلي المتفرج إنه يحبه. لهنا عبد الحميد بوشناق حب ينقذ الإدارة الفاسدة. تعرفني وتعرف سيستمي عباس وخي، جو مونج كي مونج
لكن ما ناكلش، ما نخلي حد ياكل. نجيو للورل اللي هي الشخصية اللي حبيناها في الأعمال الأخرى، عزيز جبالي، واللي كرهناها لهنا وخفنا منها الكلنا. أداؤه كان متميز، ما خوفتش الشخصيات اللي في المسلسل كهو، لكن خوفتنا نحن اللي نتفرجوا. كرهناها وأمام طون حبيناها وساعات سخفنا. عباس في دور البحري الرحالي اللي تمكن من تقديم دور عباس بحرفية، طريقة المشية، طريقة كيفاش يحرك فمه، كيفاش يتكلم، كيفاش يظهر اللي هو كلوشار في هيئة رجل كبير. تعمل نفة. أمي زهرة اللي نعرفوها في الأعمال السينمائية من قبل ملي احنا صغار، ولا عمرنا ريناها مشاركة في مسلسل، عملت لمسة سحرية في المسلسل كأك المرأة الكبيرة اللي لاهية بالصغار اللي ما عندهم حتى حد، واللي البلاد الكل يحترموها ويقدروها ويمشوا بكلمتها، حتى الديناري الفيست. كيفاش فرحات وعمر كبار قد هكاك وهي قد هكا، وهما يحترموها ويمشوا بشورتها وبكلمتها. روزا اللي تعطينا الفساد في الإعلام والصحافة. مبروك طفل أكلي مش فاهم، أكل بهلول، اللي عايش في العالم الخاص متاعه، كيفاش خرج من قشرته وقت اللي محبوبة كانت باش تموت وتكلم وحكى معاها كأنه إنسان عاقل. هذا يدل للمسلسل جاوز الواقع بمراحل. الشخصيات الكل كيما نجمو نحبهم كيما نجمو نكرههم في نفس المسلسل، ياسر أثروا فينا، وكان أداء الممثلين الكل متناغم، وغيرهم الممثلين ما نجمش نستحضر الناس الكل. القصة تدور في عالم ماهوش واضح، لا وقتاش الأحداث تصير، في المستقبل، في عالم موازي، في الماضي، حتى حد ما عطانا الإجابة. المسلسل اللي يخليك تكتشف الحقيقة مع تقدم الأحداث، وفي كل مرة تتبدل التصويرة. الحكاية تلعب على الأفكار بتاع الهوية، الذكريات، والماضي اللي ينجم يكون أثقل من الحاضر، فنراهم عايشين كينهم في الماضي، مفماش وسائل متطورة أو تكنولوجيات متطورة. نراو كان في خميس عنده تليفون وتيك توك، معناها قاعدين يزامنوا في الحاضر متاعنا، لكن طريقة العيش متاعهم ياسر قديمة. بقى فما حاجة لأنه سون دو طون، تعرفش لا بيغ كومبليتمون يسي، نسيه الوقت، فهمش روحي 2020 1870 2016. نراو الدكتور زاد عنده ايفون، لكن نراو الناس الكل ما عندهمش تليفونات ولا تلافز ولا. العبد بينا يا عبد الحميد بوشناق. في المسلسل ما فماش خير وشر واضحين، كل شخصية عندها دوافعها وعندها أسبابها، وهذاك علاش المسلسل يحسك اللي ديما لازمك تفهم أكثر وتفسر الأحداث بطريقتك. نجم أنا نحب شخص وحد قدامي ما يحبش نفس الشخص وعنده دوافعه وأسبابه. باختصار راجوش مسلسل يعطيك تجربة جديدة، يخليك تتسائل ويخليك تتفرج بتركيز، خاطر كل مشهد فيه تفاصيل نجم تكون مفتاح لفهم حكاية ما أكبر. المسلسل هذا اللي من إخراج عبد الحميد بوشناق يندرج ضمن الكوميديا السوداء والفانتازيا. المسلسل يطرح قضايا اجتماعية وسياسية في قالب خيالي ويعكس هموم المجتمع التونسي بطرح كوميدي خيالي. أحداث المسلسل تدور في قرية اسمها راجوش اللي تمثل مرآة مصغرة للمجتمع التونسي من خلال شخصيات متنوعة. يتم تسليط الأضواء على مواضيع كما الفساد، المحسوبية، تحديات الحياة اليومية للمواطن التونسي، والعمل هذا يجمع بين الواقع والخيال مما يخلق أجواء سيريالية تعكس التناقضات في المجتمع. عبد الحميد بوشناق معروف بقدرته على دمج الخيال بالواقع، ويعتمد على رؤية سيريالية وطبيعية في آن واحد. في أعماله السابقة كيما النوبة كان يا ما كانش قدم نفس التجربة الفريدة اللي تمزج بين الموسيقى، الرقص والدراما. وفي راجوج يمشي في نفس المنوال، يستخدم في طريقة جديدة على المجتمع التونسي اللي هي النقد الفكاهي، طريقة درامية عميقة. الموسيقى التصويرية اللي حبيناها على الآخر من إعداد خوه حمزة بوشناق، والموسيقى هذه بالذات هي اللي خلقت الجو متاع راجوش. ما نجموش نفصلوهم، راجوج موسيقى راجوج امبوسيبل، خاطر الالحان كانت متناسقه مع تطور الاحداث، وهذا اللي تخلى المشاعر متاعنا والحاله النفسيه لكل شخصيه تعدت لنا من الموسيقى هذه. شنو قالوا النقاد على راجوش؟ يا سيدي النقاد والمجتمع التونسي عجبهم راجوش، وبرشا منهم اعتبروه لوحه فنيه متكامله، خاطر التصويره كانت مزيانه برشا، الاخراج متميز، والنص قوي برشا، والكوميديا السوداء والنقد للقضايا الاجتماعية والسياسية بطريقة كوميدية قاد ضجة إيجابية حول العمل. قالوا إن المسلسل قدم تجربة جديدة للمجتمع التونسي بعيدا عن القوالب التقليدية، وهذا يعكس رغبة بوشناق على تقديم محتوى مختلف ومتميز. فما نقاد قالوا اللي راجوش تميز على خاطر المخرج متاعه هو عبد الحميد بوشناق اللي هو ولد الفنان لطفي بوشناق، وهذاك علاش الناس
اهتمت بالعمل هذا. البعض قال لي المسلسل متميز بغض النظر على شكون المخرج متاعه، واعتبروه خطوة جريئة في الدراما التونسية. فما نقاد اللي ما نجمتش تفهم شنو هي المغزى من المسلسل، واعتبروه تافه وماسط وماهوش مفهوم. لكن باختصار رجوج نجح في كسر النمطية وقدم محتوى جديد، هذاك اللي يعكس رؤية عبد الحميد بوشناق بغض النظر على شكون بوه، الفنية وقدرته على الابتكار في الساحة الدرامية التونسية. توا نجيو نقارنوا رجوج بأعمال أخرى لعبد الحميد بوشناق. عبد الحميد بوشناق من أول ما بدا تعرف اللي هو يقدم أعمال تخرج على المألوف في الساحة الفنية التونسية. في الفيلم نتاعو الاولاني دشرة عام 2018 قدم تجربة رعب فريدة من نوعها في السينما التونسية، حيث انه دمج بين الفولكلور التونسي وعناصر الرعب باسلوب مشوق. وبعد جاء مسلسل النوبة عام 2019 واغتصنا في عالم الموسيقى الشعبية التونسية، وسلط الضوء على ثقافة النوبة وتأثيرها الاجتماعي. في كان يا ما كانش عام 2021 اعتمد بوشناق على الكوميديا السوداء ليتناول قضايا سياسية واجتماعية في قالب خيالي. ونجيو الرجوج يواصل نفس ابتكار ويدمج بين الكوميديا السوداء والفانتازيا، ويعكس الهموم تاع المجتمع التونسي في قصة خيالية ولهجة خيالية وشخصيات خيالية. التنوع في الأساليب والمواضيع هذه يبرز قدرة بوشناق على الانتقال بين الأنماط الفنية المختلفة مع الحفاظ على بصمته الخاصة. ورغم اللي رجوج مستوحى من الواقع التونسي، إلا أنه استخدامه لعناصر الفانتازيا والكوميديا السوداء يخليه قريب لبعض الأعمال الغربية اللي تعتمد على النقد الاجتماعي في قالب خيالي. ينجموا نقارنوه جزئيا بمسلسل بلاك ميرور البريطاني اللي يستعرض تأثير التكنولوجيا على المجتمع طرق خيالية ومرعبة. زادا نجموا نلقاو تشابه مع مسلسل تويلايت زون اللي قدم قصص خيالية بنهايات غير متوقعة تسلط الضوء على جوانب مختلفة من الطبيعة البشرية. باختصار رجوج يعكس رؤية عبد الحميد بوشناق الفنية، حيث يدمج بين العناصر المحلية والتقنيات السردية العالمية، ويقدم لنا عمل فني يجمع بين الأصالة والابتكار. يا جماعة هذا كان رأيي في مسلسل رجوج لعبد الحميد بوشناق. بالنسبة لي كان مسلسل عالمي ما يشبه حتى مسلسل آخر، وننصحكم باش تتفرجوا عليه. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا باش تعملوا جيم، تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد الكل. إذا عندكم اقتراحات باش نحكوا على مسلسلات أخرى نجم تكتبوهم في التعليقات. نتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله. سلام. لكن ما عنديش قلب